واحد السيد لاباس عليه، عنده الاراضي والاملاك، وعنده واحد الفيلا في واحد المدينه. والسيد مزوج وعنده ولد واحد هو اللي عنده، وكان مفشو بزاف. اللي بغاها كيجيبها ليه، بغا الطوموبيل يشريها ليه، بغا الموطور يجيبو ليه، اللي حل عليها فمو كيعطيها ليه، ومعلمو غير الفشوش. اما الخدمه والمعقول ما معلمهمش ليه. وإلا خصات شي حاجه في الخدمه كيجيب الخدامه للزرع والغلا والمشماش وغيرها، وولدو ما كيقيس والو، كيعرف يشد غير الفلوس. غادي تدوز الايام حتى غادي تجي واحد الوقيته وموت داك الولد غادي تمرض بواحد المرض خايب. قالوا لهم الاطباء بلا ما تعذبوا راسكم، غير ديو السيده حتى تموت على خاطرها. عياو ما يدوروا بها عند الاطباء، ولكن والو، دازت المده وهي تموت. المهم حزنوا عليها ودفنوها وداروا الواجب. مشات الايام وجات الايام، وبقى داك الولد والاب بوحدهم، وهو يفكر الاب يتزوج، وبدا كيقلب على شي بنت الناس. المهم بقى كيقلب حتى لقى واحد السيده قريبه ل40 عام. المهم جاب ديك المراه، قال بعدا هادي شرب عقلها وتزوج بها. مشات الايام وجات الايام، ولكن مع الوقت هاد المراه هادي ما حملاتش الولد، حين كتشوفو مفشش بزاف، واللي بغاها كيعطيها ليه باه، والطوموبيلات والعياقه وداك الشي بحال الا ما حملاتوش. وبدات كتجبد ليه المشاكل مع باه، مره تقول ليه ما كيحترمنيش، مره تقول ليه تبسل عليا، كل مره واشنو كتقول ليه. باه مشى سولو شنو درتي ليها، قال ليه لا ما درت ليها والو، لا يطيح علينا شي باطل. المهم واخا يكون ما دار ليها حتى حاجه كتقول ليه دار ليا وفعل ليا. ورجع الاب كيدخلو الشك في ولده، وكيقول راه ما نعرف، يمكن يكون كيتصر عليها. بقى هكاك اليوم غدا اليوم غدا حتى لواحد النهار، وهو يقول لي عرفتي شنو غادي دير، سير عطيني اتساع، الغلطه ديالي انا اللي فششتك اكثر من القياس. وهو يجري عليه. مشى الدري جمع حوايجو ومشى عند شي صحابو لواحد الدار كاريينها، كيجلسوا فيها ويفسدوا فيها ويشربوا فيها، والدري نقي ما كيدير والو. ولكن مع الوقت ولا حتى هو كيشرب ويفسد ويدير كل شيء، حين تولى ساكن معاهم. واحد النهار هاد الدراري هادو ملي عرفوا المشكل ديالو مع باه، ناضو كيوريوه ويحرشوه. قالوا ليه دابا انت مالك، كنتي عايش بخير واللي بغيتيها كيعطيها لك، علاش دابا ملي جات هذيك المراه تحرمتي من كل شيء؟ علاش قطع عليك الماء والضو؟ ياك هو باك، وراه هي اللي عمراتو، هي اللي حرشاتو، علاه مالك انت تبسلتي عليها ولا درتي ليها شي حاجه؟ ياك انت كنتي بعيد عليها. قال لهم وراه اش غندير، هو اللي جرى عليا. قالوا ليه وانت سير، راه هي اللي غتكون سحلت ليه ولا دارت ليه شي حاجه باش تحيدك من الطريق، وها هي وصلت لداك الشيء اللي بغات باش تبقى هي على راحتها. قال لهم واشنو المعمول دابا؟ قالوا ليه شوف، ورجع للدار صاحبي، وراه داركم هذيك، ماشي تجي مرا وتحكم فيكم. شاف راسو نيت بصح خصو يدير داك الشيء اللي قالوا ليه. جلس حتى لواحد النهار ضربها بواحد السكره ومشى ليها للدار. ما كانش باها في الدار، ودخل تهجج عليها، ومع كان شارب شدها ضربها واغتصبها. ملي جاب باه لقاها مكرفصه، قال ليها مالكي؟ قالت ليه ولدك تكرفس عليا، والتهمه ثابته في حقه. باه مع حقد عليه مشى دار شهاده طبيه ليها وديكلارا به، وجاو داوه. فاش شدوه البوليس قال لهم وراه هي اللي قلبت على داك الشيء، هي سببي حتى تشرط وتبليت. البوليس قالوا ليه صافي ودير شرع يديك. وملي قدموه في المحكمه سخط عليه باه في هذاك النهار وتبرأ منه قدام القاضي. قال ليه ما انت ولدي ما انا باك، حتى الا خرجتي من الحبس ما نبقاش نعرفك. وتحكم عليه ب15 عام ديال الحبس. وملي داز الوقت شاف هاد البوات باللي السبب في هاد الشيء كامل هي ديك المراه، وناض طلقها حتى هي وبقى بوحدو. دازت الايام في الحبس والدري ندم بزاف، وناض بدا كيتعلم الصلاه وبدا كيقرا القران، ومع الوقت ولا في القران. وملي تعلم التجويد ولا عنده واحد الصوت تبارك الله ما شاء الله، لدرجه ملي كيسمعوه المساجين كيطلقوا من داك الشيء اللي في يديهم وكيجيو كيبقاو كيتصنتوا للصوت ديالو ولداك التجويد ديالو. وهذا الشيء كيخليهم كيركزوا مع القران واخا هما مجرمين. وكانوا كيجيو شي ناس من عائلته كيطلعوا عليه في الحبس، وملي تبدل وندم بدا كيطلبهم عافاكم صلحوني مع الوالد، جيبوه لي نتسامح معاه.
كينوضوا هاد الناس كيمشيو عند باه، ولكن كيقول لهم شوفوا هذاك مسخوط، ما نمشي عنده ما نوصلو. ورجعوا لعند الولد وقالوا ليه حاولنا معاه ولكن والو، ما بغاش يجي عندك. صافي بقى هذاك الولد هكاك متبع القرآن وكيصلي، حتى ولا كيصلي بالناس في الحبس، ولا معروف في الحبس، حيت الموظفين كيسمعوا صوته زوين بزاف وكيتخشعوا معاه. وملي وصل رمضان ولا هو كيصلي بهم التراويح، حتى لواحد النهار كان دايز المدير ديال الحبس وسمعوا وجروا داك الصوت وعجبوا بزاف، وبقى كيتصنت ليه. ملي سال داك الدري المدير جاه الفضول وبقى كيسول على شكون اللي كيقرا بهم. وملي سالاو التراويح مشى لعندو قال ليه وتبارك الله عليك ولدي، وعلى هاد الصوت ديالك ما شاء الله. وسولو مالك ولدي انت كيفاش وقع ليك حتى دخلتي للحبس؟ وهو يعاود ليه القصه ديالو كامله، ها شنو وقع وها شنو وقع. ودابا انا عييت ما نطلب الناس باش نتسامح مع با، ولكن هو ما بغاش. عييت معاه وهو يبقى كيفكر داك مدير السجن، وقال مع راسو انا غندير هاد الاجر هذا، حيت المدير ديال الحبس بقى فيه داك الدري شافو كيصلي بهذيك الطريقه وداك الخشوع، قال صافي ان الله غفور رحيم. الا هو دار هاد الشيء وتاب علاش باه ما يسمحش ليه؟ قال ليه شوف صافي باك خليه عليا. فين كيسكن هاد باك؟ قال ليه كيسكن في المدينه الفلانيه، راه معروف تما، عنده الاملاك والاراضي، راه اللي سولتيه على فلان يوصلك حتى لعندو. قال ليه داك المدير صافي ملي تكون عندي شي عطله نمشي نشوف معاه، يدير الله خير. المدير ديال داك الحبس في ديك ايام رمضان لقى واحد الفرصه ومشى عند بوات هاد الدري هذا. وصل لعندو قال ليه السلام عليكم. وعليكم السلام، واش انت هو بوات فلان؟ قال ليه اييه. شكون انت اللي كتسولني عليه؟ قال ليه انا هو المدير ديال داك الحبس، راه تلاقيت بولدك تما وعاود لي عليك وجيت باش نشوفك. قال ليه اييه مرحبا، شنو حب الخاطر؟ قال ليه وراه على داك الشيء اللي عاود ليا الصراحه ما دار فيها ما يصلاح. قال ليه لبوات وراه داك الشيء علاش حتى انا سخطت عليه، خليه يذوق الحبس. ملي كانت عنده النعمه ما كانش حمد الله عليها، حتى فقدها عاد عرف راسو شنو دار. قال ليه داك المدير ايوا اش غادي نقول لكم، هذاك ولدك وداك الشيء بيناتكم، انا ما نقدرش نتدخل بيناتكم. انا جيت عندك غير بغيتك تجي تصلي معنا ليله القدر تما ونفطروا مجموعين ونهضروا شويه، والله يعاوننا ويعاونك. قال ليه اش غنجي ندير انا في هذاك الحبس؟ داك الحبس اللي فيه داك المسخوط ما عندي ما ندير فيه. قال ليه ودابا الله يهديك، واش حنا بغيناك تجي تصلي معنا حنا الموظفين، ولا غادي تجي تشوف ولدك؟ ولدك راه في الحبس، راه في الزنزانه ديالو، ما كاينش اللي غادي يقول ليه راه باك جا. قال ليه هو ملي هكا وكبرتي بيا بحال هكا ما غاديش نردها في وجهك، صافي غادي نجي، ما تعاود غير الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. تفاهم هو وياه، ما قال ليه حتى حاجه، ما قال ليه لا نصالحكم ولا ولدك كيصلي بينا ولا حتى حاجه. ورجع داك المدير عند الولد وقال ليه شوف انا راه مشيت عند باك وراه ساخط عليك، ما باغيش كاع يشوف وجهك، ولكن راه درت واحد الخطه وقلت ليه يجي يصلي معنا غير التراويح في ليله القدر، وانت فاش تكون داخل باش تصلي بينا ما تبينش وجهك، دير شي قب ودخل باش ما يعرفكش. قال ليه صافي على مولانا. المهم دازو شي ايامات وجات ديك الليله فاش غادي يجي عندهم، وفعلا جا كيف موعدهم، فرحوا به ورحبوا به الموظفين، فطروا مع بعضياتهم، وصلت الوقيته ديال الصلاه ومشاو يصليو. تجمعوا الموظفين ودوك المساجين اللي ما كيديروش الشغاب تجمعوا في داك الجامع اللي كاين تما في وسط الحبس. ملي تجمعوا شويه وهو يدخل ولده، دخل مدرق وجهه باش ما يشوفوش، دخل وعطاهم الظهر وبدا كيصلي بهم، بدا كيصلي بديك الطريقه وبداك الصوت وبداك الخشوع، وبدا كيصلي بهم التراويح. هادوك الموظفين والمساجين فاش بداو كيسمعوا داك الصوت وداك الخشوع كل شيء بدا كيبكي. هذاك الصوت كيهرس الحجر، مستحيل تجي من ورا داك الصوت وما تبكيش. ملي سالاو الصلاه بواد داك الولد قال ليهم سبحان الله، انا ما عمري صليت ورا شي امام كيصلي بهاد الطريقه هادي وبهاد الصوت هذا، هاد الصوت راه ما عمري سمعت بحالو. شكون هو هذا؟ واش مسجون ولا موظف ولا شكون هو هذا؟ قال ليه المدير هذا راه مسجون ودير واحد الجريمه وراه ندمان بزاف، كيصلي بالليل وبالنهار وكيقرا القران بالليل وبالنهار، حتى ولا عنده هاد الصوت هذا باش تعرف باللي ربي تابع ليه. وهو يقول ليه داك البوات ايوا راه الله غفور رحيم، راه ربي كيغفر الذنوب جميعا. قال ليه المدير ايوا ملي ربي كيغفر الذنوب جميعا علاش انت ملي ولدك عيا ما يطلب السماحه
ما بغيتيش تسمح ليه. قال ليه داك البوات: ايوا اش جاب ولدي للهضره؟ دابا هذاك تقارنوا بهذا. وهو يقول ليه داك المدير: والله يهديك، وراه هذا هو ولدك، ودور انت لهنا، دور باش يشوفك واش انت ولا ماشي انت. غير دار عنده وشافو، وهو يطيح لبات وزاد كيبكي. وجا عنده ولدو كيقول ليه: اسمح لي يا با، اسمح لي يا با. قال ليه لبات: الله يسامح ولدي، الله يسامح. وتعانقوا وزادوا كيبكيو. والموظفين ملي شافوا هذاك المنظر كلشي زاد كيبكي. ونجحت الخطه ديال داك المدير اللي دار واحد الاجر كبير عند الله. والولد غادي يكمل العقوبه ديالو، والبوات بقى كيجي عنده ديما. المهم هو تصالحوا. هاد القصه ما عرفتش واش حقيقيه ولا لا، ولكن العبره منها الا كان الله كيسامح علاش حنا ما نسامحوش. والانسان يبعد من رفقاء السوء حيت هما كيكونوا سبب في خروج عن الطريق. نتمنى اللي كمل القصه يخلي شي تعليق زوين، والله المستعان.